الحالة الصحية للاعب المنتخب المغربي للفوتسال. السلام عليكم. بصفة عامة الحالة الصحية ديال اللاعبين مزيانة، خصوصا بعد ما تعافى سفيان بوريط من الإصابة ديالو في العضلة الخلفية للفخذ اللي تعرض لها. هادشي خلاه يرجع ويشارك في الماتشات، في حين بعض الإصابات تعرضوا لها اللاعبين كانت نتيجة تدخلات عنيفة من الفرق المنافسة، والتحكيم ما كانش صارم بما فيه الكفاية باش يردع هادشي. الماتش ديال المنتخب المغربي ضد بنما وضد البرتغال وضد ايران، لعابه ديال المغرب تعرضوا لتدخلات خشينه، ولكن الحكم ما دار حتى شي اجراء صارم باش يحميهم. اليكم التفاصيل، ورجاء الى عجبكم المحتوى ديروا اشتراك ولايك وشكرا. ومن المرتقب، وهذا هو الأخبار الزوين، الحمد لله، تسجيل عودة اللاعب إسماعيل أمزال إلى التدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة البرتغال وحرمته من المشاركة بمرحلة ثمن النهائي. ومن المحتمل جدا باش يلعب في الماتش نتاع غدا ضد البرازيل. في المقابل، وهذا هو الخبر اللي ماشي زوين، وهو أنه تأكد بما لا يدع مجالا للشك غياب خالد بوزيد عن مباراة غد الأحد أمام البرازيل بعد إصابته في مواجهة تمن أمام إيران، لينضاف إلى قائمة المصابين خلال البطولة العالمية، بحال عثمان الإدريسي بعد الإصابة اللي تعرض لها في الأربطة الخارجية للكاحل أثناء ماتش ضد بنما. هاد الغيابات بجوج تزادوا على الغيابات السابقة ديال اللاعبين يوسف جواد وبلال البقالي اللي حتى هما مصابين وما قدروش يشاركوا في البطولة. نتمناو التحكيم في المباراة المغرب ضد البرازيل يحمي اللعابة وما يكونش متحيز، وغادي يصفر هذه المباراة طاقم تحكيمي بقيادة الإسباني أليخاندرو مارتينيز. للإشارة، المنتخب الوطني المغربي سيلاقي خصمه البرازيل في مباراة ربع نهائي مسابقة كأس العالم غدا الأحد بداية من الساعة 1:30 بتوقيت المغرب، 12:30 بتوقيت غرينتش. وشكرا. ما تنساوش لايك واشتراك وشكرا.